امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. جنسية أخرى هي تذكرتك إلى الأمان والحرية. أنا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. حكاية قهر وصراع هوية لها وجهان، غصة وفضيحة. آخر فصولها قصة الشابين الألمانيين من أصول مصرية هما محمود عبد العزيز وعيسى الصباغ، احتجزا بتهمة الإرهاب. المدينة التي ينتمي إليها الشاب محمود عبد العزيز ينتفض النائب عنها في البرلمان الألماني. لا يجوز بأي حال من الأحوال تزويد مصر بالسلاح، بينما المواطنون الألمان يختطفون ويعتقلون هناك، وما حدث للطالب محمود في مصر يعد اختطافا منظما من الدولة. يدعو النائب الألماني بلاده للعمل على إطلاق سراح الطالب المحتجز، ولهذه الغاية سخرت ألمانيا دبلوماسيتها. ترضخ السلطات المصرية وتخلي سبيل الشاب، اللافت في سياق التبرير ما أشارت إليه جريدة الأهرام بشأن أن الشاب تنازل عن جنسيته المصرية وهو ما جعله ألمانيا، وإليها يصل محمود عبد العزيز معززا مكرما محترما وحرا. لم يهدأ بال الخارجية الألمانية، وقد أكدت أن مواطنا ألمانيا آخر محتجز في مصر هو الشاب عيسى الصباغ الذي لم يتجاوز عامه 20. أعلنت السلطات المصرية عن صيد ثمين ودليل دامغ لنيته الانضمام إلى تنظيم الدولة، وهو ضبط خرائط لمحافظة شمال سيناء كانت بحوزة الشاب تعلنها هكذا وعلى الملأ في عالم صارت فيه خرائط الدنيا كلها في الهواتف المحمولة. مصير الشاب عيسى الصباغ ومن باب التفاؤل يستدل عليه بمصير مواطنه الذي جرى ترحيله، وهو مصير قد يكون الباحث الإيطالي جوليو ريجيني رسمه لهما. فالباحث الإيطالي تحول الاستخفاف باحتجازه إلى جريمة قتل، ولطمس آثارها ألقيت جثته على ناصية طريق صحراوي. غضبت إيطاليا فتحركت السلطات المصرية وحددت هوية القتلة، ووجدوا بعد وقت قليل مقتولين جميعا. تحول غضب الإيطاليين إلى واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية بين روما والقاهرة. قالت والدة ريجيني عن ابنها: قتلوه كما لو كان مصريا. محمود عبد العزيز وعيسى الصباغ كادا أن يلقيا مصير ريجيني لولا أن برلين قالت: انتبهوا إنهما مواطنان ألمانيان. النظام المصري لا ينقصه صداع جديد، يعطي لألمانيا ما لألمانيا، والمصريون ليس لهم إلا الله.